لا بقى، لا بقى، انا مش لازم اسكت على كده. طب ربنا سترها عليا الجوله اللي فاتت، المفروض الجوله اللي جايه دي ابقى عامل حسابي بقى. الو، صيدليه البركه، الله يكرمك، كنت عايز اعمل اوردر بس كده. اكتب عندك الطلبيه ديت، ابعتها لي على طول على العنوان بتاعي. عايز 2 كيلو قطن. تنجيد ايه يا فندم؟ مخده ايه اللي عايز اعملها؟ 2 كيلو قطن بتاع التعوير. يعني انا عايز اعمل حسابي، يعني بحب اعمل حسابي عشان ممكن اتعور. وهات لي 2 كيلو شاش. للاسف الشاش بالمتر. طب انا مش عارف انا المفروض اخد كام متر يعني. اعمل 2 متر، 2 متر شاش، 2 متر شاش. اعمل حساب عشان التعوير يا فندم، عشان التعوير والخوازيق والحاجات دي كلها. دي قصه كبيره مش هقدر اشرحها لك. هات لي بس اللي انا بطلبه منك. وهات لي جيركن مطهر او ميكروكروم بتاع الجروح. سبرته ماشي مفيش مشكله، هاته. ما عندكوش غير العلبه الصغيره بتاع القطارات ديت؟ مش هتنفع. انا داخل على مرحله مش هينفع معايا الكلام ده. خليك انت مش عايز تبيع، انت شكلك مش عايز تكسب. عندكم مسكنات حلوه، كرتونه مسكنات يا فندم. الله لا يسيئك، انت ما انتش عارف انا بعدي بايه، انت مش عارف انا فيها ايه، انا بمر بايه، ما انتش عارف. وبعدين انت زعلان ليه؟ هو انت مش صيدليه البركه؟ يعني المفروض كل حاجه عندكم يبقى فيها البركه. ما علينا. هات بس الحاجات دي يا فندم ومالكش دعوه انت، بس انا عارف انا بعمل ايه. ربنا يستر على اللي احنا داخلين عليه. حكم ربنا نجدنا الجوله اللي فاتت والحمد لله. شفت سهم اخضر بالعافيه، رغم بقى الخوازيق واللي منه واللي شفناه من كريستال بالاس. مش هستحمل بقى الجوله ديت. هيكون فيها دبل وكمان هفعل فيها البنش بوست، فانا مش ناقص. تعالوا ما نشوف حلقتنا النهارده ونشوف هنستعد ازاي لجوله الدبل ال 33، اكبر جوله دبل عندنا الموسم ده، ونشوف هنستعد ليها ازاي، واجاوب على اهم الاسئله اللي بتدور في دماغك ومش لاقي لها اي اجابه، ونشوف ربنا يسترها علينا الجوله ديت هيبقى شكلها عامل ازاي. ويلا بينا. اهلا وسهلا بيكم جميعا مشاهدين متابعين قناه برنامج البوب شو. اهلا وسهلا بيكم، معاكم ايهاب في حلقه جديده من حلقات برنامج فانس البريمير ليج. والحمد لله الحمد لله، اشكرك يا رب. عديت بالسلام من الجوله ال 32، جوله الدبل. دي جوله دبل؟ دي مش جوله دبل، دي جوله تعذيب. هي يا جدع فين جولات الدبل بتاعت الزمن الجميل اللي كانت بيبقى فيها 100 نقطه و120 نقطه؟ خلاص كل ده راح. ما علينا الحمد لله. ان شاء الله في حلقتنا النهارده هنتكلم عن اهم استعداداتنا وابرز استعداداتنا للجوله 33، اكبر جوله دبل عندنا الموسم ده، واحاول اجاوبك على معظم الاسئله واهم الاسئله اللي بتدور في دماغك ومش لاقي لها اي اجابه، ونحاول نشوف كده ازاي هنستعد لجوله الدبل ال 33، ونحاول كده على قد ما نقدر نقلل كميه الخوازيق عشان ما نقابلش خوازيق كتير زي اللي قابلناها في الجوله ال 32، ونشوف بقى هل ممكن نفعل فري هيت، هل نفعل البنش بوست افضل، ايه افضل تشكيله فري هيت موجوده عندنا الجوله دي، بالمر ومبويمو نعمل فيهم ايه، نبيعهم ولا نسيبهم، ساكا من فرقه ارسنال نعمل ايه، نجيبه ولا لا برغم من الروتيشن وخطر الدقايق بتاعته، لعيبه استون فيلا مين اهم اللعيبه المتوقع ان هي تعمل حاجه الجوله ديت وتجيب نقط كتير، ونركز على مين من استون فيلا، وحيرتنا مع مانشستر سيتي وجوارديولا ومين افضل العناصر بعد مرموش اللي نقدر نجيبه في التشكيله بتاعتنا من مانشستر سيتي. كل الحاجات دي هنشوفها مع بعض ان شاء الله في حلقتنا النهارده. عايزين مشاهد بس قبل ما اقول اي حاجه، طالما الفيديو ده وصلك مش كام تعمل ايه، وشك معايا في القناه لو لسه ما اشتركتش لغايه دلوقتي هتلاقي زي ما محطوط مكتوب ليه سبسكرايب، هتدوس عليه تفعله جنب جرس التنبيهات، برضه هتدوس عليه تفعله الكل عشان ما اعمل حلقه جديده تجيلك على طول. بقول لك خش يا باشا المدين بتاعك ما تنساهوش، ده بيساعد الحلقه والقناه تكبر وتنتشر وتوصل اكبر عدد متابعين. قناتنا طبعا على السوشيال ميديا مش محتاج افكرك، فيسبوك انستجرام تويتر تيك توك موجودين في كل حته. خش تك واملاك في الاكونتات دي عشان انت متابعني كل جديد بجديد. والدوري بتاعنا دوري قوي وتطيع وليس للضعفاء، الاربعه مش بيستعمل اي خوازيق. ما تشتركش معانا، كود لينك الاشتراك بتاع الدوري ده موجود في الديسكربشن تحت صندوق الوصف تحت الفيديو. خش اشترك وريني نفسك. طبعا الحمد لله والفضل لله والشكر لله قدرت الم الجوله ديت يا مؤمن 78 نقطه بالعافيه، والله بالعافيه. والحمد لله ان الجوله ديت قررت ان انا اوفر فيها التغييره بتاعتي عشان استعد كده لجوله ال 33، ادخل فيها بتغييرتين مجانيتين، اجيب لاعبين 2 اتخزوق فيهم. وانت فاكر ايه؟ انت فاكر انا هروح اجيب لعيبه عشان اتظبط واجيب نقط؟ لا يا عزيزي المشاهد، اكيد هنتخزوق. طبعا الحمد لله والشكر لله الاسطوره ميرفي ظبطني احلى تظبيط الجوله دي بعد ما قدر يجيب لي 19 نقطه المفتري لوحده. وطبعا ليفرامينتو على مستوى دفاع فرقه نيوكاسل اللي قدر يطلع كلين شيت الجوله اللي فاتت ويجيب لي في مجمل الماتشين 8 نقط، على عكس العاق الفاجر اللي ما عندوش دم منوز من كريستال بالاس طالع لي بسالب يالا طالع لي بسالب 1 يالا، ماتشين دبل طالع لي فيهم بالسالب. ماتيتا فندي
خير يا ماتيتا فندي، ما بتكملش 60 دقيقه على بعض، حصل لك ايه؟ ولا هي المشكله مش مشكلتك، المشكله المتخلف اللي بره، المدرب اللي فاكر نفسه مدرب اللي اسمه جلازنر. يعني انا نفسي افهم بعقلك كده، يعني بعقلك كده انا نفسي افهم، يعني انت فاكر ان نيكيتيا هيبقى احسن من ماتيتا؟ جبت الثقه دي منين؟ يعني جبت الثقه منين ان نيكيتيا هيكون احسن من ماتيتا؟ طب الحمد لله ان انا كنت ناوي في التغييرات اللي انا كنت بفكر فيها للجوله ديت اجيب واحد معايا زي بريتش ايزي، الراجل الحمد لله طلع الجوله دي ب6 نقط، ويعني روجرز جايبها لي، ما ضيعتش التغيير الحمد لله. وطبعا ده كان نتيجه الدلع بتاعه، يعني انا مش فاهم ضربه الجزاء داخل يتمرقع فيها وبيشوطها ازاي وبيشوطها بمنتهى الرعونه، وانا مش فاهم. طب هو احنا مش كنا عرفنا واتفقنا وقلنا خلاص ان ماتيتا هو معاه ضربات الجزاء؟ طب ما ماتيتا كان في الملعب ما شاطهاش هو ليه؟ ماشي يا عم ماتيتا مصاب وعنده مشكله ومش عارف ايه وعامله له صداع ولا ايه، ايا كان التفسير، دي ضربه جزاء، دي ضربه جزاء. انا لو جبت تيسير ابن اختي من الشارع يخش يشوط ضربه جزاء هيجيبها، دي محتاجه مستوى وتركيز. ضربه جزاء يخش يشوطها يجيبها جون، ايه اللي هيحصل؟ ما علينا ما علينا، عدت بحلوها وبمرها، والحمد لله ان انا شفت سهم اخضر الجوله ديت وتقدمت في الترتيب والمراكز، والحمد لله بقيت ال 700,000 وحاجه و80 تقريبا على ما اعتقد، طبعا بعد ما نهيت الجوله اللي فاتت في المركز ال 800,025 تقريبا 825,000. فان شاء الله ان شاء الله الجوله الجايه مع البنش بوست نظبط الدنيا. طيب تعالوا نبدا بقى الجزء الثاني في حلقتنا النهارده، وهو متعلق باهم النصائح والاستعدادات اللي اقدر استعد بيها لجوله الدبل، اكبر جوله دبل عندنا الموسم ده هو الدبل ال 33. وخلينا في البدايه عزيزي المشاهد نبدا مع النصيحه الاولى الذهبيه الماسيه اللي دايما بقولها لك في مقدمه كل حلقه نصايح، وهي اتقل واصبر على تغييراتك. لا بص بقى، لان الكلام اللي جاي ده كلام كبير، احنا محتاجين نشوف المؤتمرات الصحفيه ونشوف المدربين هيقولوا ايه، خصوصا ارتيتا واوناي امري. معلش يعني الاثنين جايين من الشامبيونز ليج وماتشات شامبيونز ليج، وعايزين نشوف كده راي اوناي امري في اللعيبه اللي معاه وتشكيلته تبقى عامله ازاي، مين اللعيبه الاساسيه اللي ممكن يلعب بيها، نفهم كده من تلميحات هنتات، ممكن من صور التدريبات ممكن مين يكون دكه او يغيب عن المباراه ارتيتا، ونشوف كده موقفه في القادم من الجولات هيعمل ايه في بقيه الدوري، ان لسه ماتشه بقى قدام باريس سان جيرمان لسه قدامه شويه، فعلى الاقل عنده 3 4 5 ماتشات الفتره اللي جايه هيلعبهم في الدوري، هو مستني ايه منهم؟ وهل ساكا نشوف بقى رايه في المؤتمر الصحفي جاهز انه يلعب ال 90 دقيقه ولا لا؟ والراجل برده كان اتعرض لاصابه خفيفه، الراجل ده سليم ولا لا؟ ففي كلام كتير يخليني اصبر للمؤتمرات الصحفيه، وخصوصا كمان جلازنا نشوف كده هيعمل ايه مع ماتيتا، ونفهم هو الراجل ده ما بيكملش 60 دقيقه ليه. فاصبر عزيزي المشاهد، اصبر عشان انت مش ناقص خوازيق، كفايه اللي احنا خدناه طول الموسم. اما النصيحه الثانيه عندنا عزيزي المشاهد، وهي في بعض الناس اصواتها بدات تتعالى وبدا في كلام يتقال على امكانيه تفعيل الفري هيت الجوله دي، وطبعا بقينا نسمع بقى الراي والراي الاخر، ناس تقول لك ده احسن حاجه ان انت تفعل فري هيت في جوله دبل، وناس تقول لك لا ده انت الفري هيت تفعله احسن في جوله بلانك. وطبعا يا عيني عزيزي المشاهد انت قاعد من كميه الخوازيق اللي عمتك الجوله اللي فاتت ما بقتش عارف تاخد القرار الصح ازاي. خليني اقول لك عزيزي المشاهد ان انت لو لسه معاك الفري هيت لغايه دلوقتي، اقول لك رايي الشخصي والمتواضع في مساله تفعيل الفري هيت الجوله دي هيكون افضل ولا في الجوله ال 34. ان اجابه سؤال زي ده عزيزي المشاهد متعلقه عليك انت عزيزي المشاهد، يس يو اونلي. تشكيلتك عامله ازاي؟ تشكيلتك للجوله ال 34 هتبقى عامله ازاي؟ يعني مثلا خليني اقول لك، لو انت تشكيلتك الحاليه فيها 3 من ارسنال، 3 من استون فيلا، 3 من كريستال بالاس، معاك بقى 2 او 3 من السيتي، فاكيد انت مش محتاج تفعل الفري هيت. فعل الفري هيت ليه يا عزيزي المشاهد؟ ما انت معاك اهوت كل اللعيبه ومعظم اللعيبه واكتريه اللعيبه من الفرق اللي عندها دبل، فمش محتاج هتفعل الفري هيت ليه؟ ده بالعكس، ده انت تفعلها في الجوله ال 34 عشان اللعيبه اللي انت عندك دي كلها بلانك، لان طبعا اكيد ناس كتيره مفعله الوايلد كارد في الجوله ال 32 وقبلها في الجوله ال 31 وعامله حسابها على دبل ال 33، فعلى الاقل هتلاقي مثلا معاك 2 من استون فيلا، على الاقل هتلاقي معاك مثلا 2 من ارسنال، معاك 3 من نيوكاسل و3 من كريستال بالاس، ومعاك 2 على الاقل من السيتي، فانت معاك كميه لعيبه كويسه جدا تعديك في الدبل بتاع 33، خصوصا بقى ان اللعيبه دي هتكون بلاك في ال 34. هتعمل ايه ساعتها؟ بص على تشكيلتك الاول عزيزي المشاهد، بص على تشكيلتك في الجوله ال 34 هتبقى عامله ازاي، وهل انت موفر مثلا كميه تغييرات كبيره تعديك من البلانك بتاع ال 34 بحيث لما تفعل الفري هيت وترجع لك فرقتك الاصليه تقدر بيها تخلص من كل اللعيبه البلانك اللي عندك وتظبط تشكيلتك في ال 34؟ لو كان كده عزيزي المشاهد وماله، فعل الفري هيت في ال 33. ولو انت مثلا من اصحاب الناس اللي حظها سعيد ولسه معاك الوايلد كارد والفري هيت، انا متفق معاك، ممكن تفعل الفري هيت في الجوله ال 33 في ال 34 يبقى فعل الوايلد كارد. لكن انت يا عيني على الله حكايتك معاكش غير الفري هيت وفعلت الوايلد كارد خلاص ومظبط تشكيلتك، معاك على الاقل من 6 ل 8 لعيبه هيلعبوا في الدبل بتاع 33، وهتخش بقى جوله 34 سوليتي موليتي عندك 8 لعيبه مش اقل من 8 لعيبه هيكونوا بلانك، وتخزوها نفسك عزيزي المشاهد. النقط اللي هتجيبها باليمين في 33 هتصرفها بالشمال في ال 34، وغير كده وكده غير كده وكده. انت لو خايف تفعل الفري
هيت في ال 34 على اساس اللعنه اللي هي بتصيب كل الناس اللي بتفعل فري هيت في جوله بلاك وما بتجيبش نقط كتير. على فكره ما انت عندك الجوله 33 برضو الدبل بتاعها مش لطيف يعني. الاربع فرق اللي عندها دبل دي كلها هتلاعب بعض، في منهم 2 ل3 فرق على الاقل لعيبتهم بتحصل لهم روتيشن، فالخوازيق لابساك لابساه. لو انت فاكر ان انت هتفعل الفري هيت في ال 33 تجيب فيه نقط اكتر لما تفعل الفري هيت في ال 34، انت غلطان عزيزي المشاهد. لان خليني افاجئك واصدمك ان ده بصراحه دبل عره، دبل معلوش الايد. طيب نيجي بقى للنصيحه اللي بعد كده، وهي فعل البنش بوست ولا لا. بص عزيزي المشاهد، قد نتفق او قد نختلف على راينا في خاصيه او ميزه البنش بوست، وهل هي الميزه ديت ميزه حلوه ميزه وحشه ذات اهميه رزله ايا كان، الا ان حان الوقت عزيزي المشاهد ان انت تخلص من ميزه زي دي. اولا انت مش هتلاقي جوله دبل اكبر من 33. ثانيا حضرتك لسه مظبط تشكيلتك ومفعل الوايلد كارد من قريب والدنيا متظبطه معاك. فكره بقى تستنى دبل بتاع 36 وتشوف مين هيكون دبل ومين مش هيكون دبل لسه بعيده، لسه بعيده والله اعلم. هل تشكيلتك اللي انت مظبطها دلوقتي ومن بدري مفعل الوايلد كارد هتبقى مناسبه ليك في 36 تفعل البنش بوست؟ انا من رايي لو معاك ميزه البنش بوست دلوقتي اخلص منها وفعلها وخلاص وامرك لله. على الله بقى، سيبها على الله. ما انت شفت اهوت الناس الجوله اللي فاتت لما فعلتها حصل ايه. فعلها بقى، فعلها وانت ونصيبك وانت ونيتك. خلاص على بعد كده طبعا اكيد ناس قاعده شايفه ان عندها جوله دبل داخل عليها واربع فرق هيكون عندهم دبل وقاعدين متوترين وقلقانين، والمفروض ان هم يحسوا كده ان هم لازم يجيبوا لعيبه دبل كتيره معاهم في التشكيله بتاعتهم، وقاعدين محتارين مش عارفين يجيبوا كام لعيب دبل. بص عايزين المشاهد زي ما قلت لسه من شويه وانا بتكلم في النصايح ان الدبل ده هيكون دبل عره، فيعني مش عايزك تجري والاقي حاله هلع وانت لازم تملى ال 11 لعيب معاك كلهم يكون عندهم دبل، لان ما قلت لك في الاول وفي الاخر الفرق اللي عندها دبل دي كلها هتلعب بعض. فوق كل ده وده الاربع فرق دول عندهم بلانك الجوله الجايه، خصوصا لو معكش كمان الفري هيت، فانت بقى ايه، انت بتخزوق نفسك. واكيد طبعا انا مش بقول لك بقى ان انت ما تجيبش لعيب الدبل ولا لا، لا ابسولوتلي نوت، هات لعيب الدبل معاك بس ما تكترش، كفايه 2 من كل فرقه. ده بالعكس، ده كمان انا شايف ان انت مثلا لو معاك لعيبه من كريستال بالاس وكنت كانوا معاك في التشكيله بتاعتك عشان الدبل بتاع ال 32 وداخل بيهم على دبل ال 33، ده انا عايز اقول لك بيعهم مريح دماغ. انت شفت ما انت شفت كالوا في كل ماتش 5 تجوان، لا بيلعبوا على حاجه ولا عندهم امل في حاجه، دفاعاتهم زي الزفت، المهاجم الاساسي بتاعهم الله اعلم حكايته ايه ومش مصاب ومش عارف يلعب. كريستال بالاس على الله حكايتها. فلو لقيت واحد جاي يقول لي هل لعيبه كريستال بالاس ممكن ابيعها وافكر في لعيبه ثانيه عندها ماتشات احسن، طبعا بيع عزيزي المشاهد، واوعى تخلي الدبل ده يخدعك. اما الرساله عندنا بعد كده هي متعلقه باثنين لعيبه، الاثنين لعيبه دول نسبه ملكيتهم كبيره ومع ناس كتيره في التشكيلات بتاعتهم، وطبعا الناس قاعده محتاره مش عارفه تعمل في جوز اللعيبه دول ايه. اولهم طبعا المعجزه، الراجل اللي ما حصلش، الراجل اللي ما جاش الموسم ده هو كول بالمر، واللعيب الثاني هو الشيخ بويمو اللي كان مش هيبنا طول الموسم. نعمل فيهم ايه؟ نعمل فيهم ايه؟ نسيبهم معانا ولا نبيعهم؟ وخصوصا ان احنا داخلين على جوله دبل في 33، في لعيبه كتير عايزين نجيبها ومش بعيده تكون عايز تفعل كمان البنش بوست كمان في الجوله دي. الوضع معاهم ايه؟ بص عايزين المشاهد، رايي المتواضع ارجع له من حلقتين 3 من كمان 3 4 حلقات مش من بعيد يعني، وانا لساني بقى قد كده ودلدل وانا عمال اقول لك بيع كول بالمر، بيع كول بالمر، تقول لي ابسويتش اقول لك بيع كول بالمر تقول لي ابسويتش. يابا بيع، يابا بيع، ده تشيلسي على الله حكايتها. سيب معايا لعيب جاب لي مش عارف في 4 5 جولات 11 نقطه لغايه دلوقتي وهو ب 10 مليون وشويه، انا ممكن افك الاثنين لعيبه يجيبوا لي نقط احسن من اللي هيجيبها بالمر في جوله واحده. يعني مثلا انا لو رحت بعت كول بالمر وجبت بداله مثلا واحد زي مارتينيلي وروجرز من استون فيلا هيجيبوا لي نقط اكتر من اللي بالمر هيجيبها في الماتش بتاعه. فرايي من زمان انا قايله لو معاك كول بالمر بيعه وريح دماغك. اما بقى بالنسبه لمبويمو عزيزي المشاهد، انا عايز اقول لك لو مبويمو معاك في التشكيله بتاعتك فامسك فيه بايدك واسنانك، اياك تبيع مبويمو. ده بالعكس، ده انا عايز اقول كمان لكل الناس اللي معاش مبويمو في التشكيله بتاعتها اجري روح هات مبويمو معاه. الراجل داخل على رن ماتشات محترم، الراجل عايز ينهي الموسم بتاعه في افضل صوره عشان ممكن يفكر في الانتقال لاي فرقه الموسم الجاي، واغلب الفرق اللي هيواجهها من دلوقتي لنهايه الموسم بيلعب على نقطه ضعف واضحه عنده. فانا لو معايا مبويمو اياك تفكر ان انت تبيعه. اما الرساله بعد كده هي طبعا متعلقه بواحد المفروض انه داخل على جوله دبل، والمفروض انه كان مقدم مستويات متميزه طول الموسم لغايه اما تعرض لاصابه غاب عليها حبه حلوين، هو طبعا البوكايو ساكا. عزيزي المشاهد ساكا طبعا قدم مستويات عظيمه طول الموسم لغايه اما اتعرض لاصابه، وطبعا زي ما حضرتك شايف كده من ساعه ما رجع لغايه دلوقتي ومساله الدقائق بتاعته في خطر، وراجل حتى في اهم الماتشات اللي لعب فيها الموسم ده وهي ماتشاته قدام ريال مدريد ما كانش بيكمل 90 دقيقه. طبعا لو استندنا لبعض الكلام وبعض الاقاويل خصوصا للناس والمصادر المقربه من فرقه ارسنال والصحفيين يعني المقربين من مركز اتخاذ القرار في نادي ارسنال، فالكلام على ان احتمال ساكا ما يكونش اساسي في الماتشين، وان الكلام اللي بيتقال ان احتمال كبير يكون ساكا دكه قدام ابسويتش ويلعب اساسي قدام كريستال بالاس. ده مش كلامي، ده كلام المحللين الاجانب اللي انا بشوفه، ولكن بالرغم من كل ده ما يمنعش ان حتى لو ساكا كان دكه انه عنده القدره لما ينزل على الدكه يعمل حاجه. عايز تجيبه وتلعب على المبدا ده براحتك، خلاص بقى احنا في نهايه الموسم خدها ريسكات ويبقى ساعدك يا بختك يا هناك يبقى معاك ساكا ينزل لك من على الدكه وتلاقيه بيعمل حاجه. وطبعا زي ما انت شايف نسبه ملكيته مش كبيره قوي لغايه دلوقتي، في ناس كتيره اكيد بتفكر ان هي تبيع كول بالمر وتروح على ساكا الناحيه الثانيه. الراي الشخصي
رايي الشخصي، لو بتسالني عن رايي الشخصي انا، هات ساكا وتحمل كل اللي ممكن يحصل. لعيب بيلعب في منظومه وفرقه قويه جدا، راجع بمعنويات مرتفعه بعد طبعا ما خرجوا ريال مدريد من الشامبيونز ليج. ساكا قدر في الماتشين 3 اللي لعبهم لغايه دلوقتي يسجل فيهم جونين، فلا انا شايف ان واحد زي ساكا مهم جدا من ارسنال بالذات. حتى على الاقل الراجل معاه ضربات الجزاء، صحيح يضيع واحده قدام ريال مدريد ولكن هو مش هيقابل حارس زي كورتوا في الدوري يعني. طيب خلاص احنا عرفنا عنصر من ارسنال نجيبه. طب في عناصر تانية مهمه من ارسنال ممكن نفكر فيها؟ عادل المشاهد، انا شايف ان انا ممكن اعمل دبل هجوم من ارسنال احسن ما اعمل دبل دفاع، يكون معايا واحد زي ساكا وواحد زي مارتينيلي، ممكن مورينو، يعني مش هختلف معاك في الموضوع ده، خصوصا بقى انه ممكن مع عوده بقى ماتشات الدوري والراجل يرجع يشارك تاني كمهاجم قدام. انا شايف بقى ثنائيه ساكا ومارتينيلي، ساكا ومورينو، دي هتبقى كويسه جدا. قد انا شخصيا اكون ميال مع ثنائيه ساكا ومارتينيلي. اما بقى على مستوى خط الدفاع هو صليب، ما جبتش لسه، ممكن تفكر في كيفيور عادي جدا، لعيب رخيص يديك بادجت كويس، مريح في البادجت معاك في التشكيله بتاعتك، راجل طبعا اساسي، ما هو بيلعب مكان جابرييل. ولو الفلوس مريحه انا شايف ان انا ممكن اجيب تمبر احسن من صليبه واحسن من كيفيور كمان، راجل عنده تقدمات وزيادات كتيره وبيشارك في عمليه بناء الهجمه بشكل كبير، مش بس بناء الهجمه وانهاء الهجمه ساعات كمان. عشان كده عايزين المشاهد، افضل 3 عناصر من وجهه نظري من ارسنال اقدر اعتمد عليهم في الدبل ده هم ساكا ومارتينيلي وتمبر. عايز تاخد ريسكاف ديكلان رايس، ممكن، ليه لا، راجل مميز على مستوى الضربات الثابته، بقى معاه معظم الضربات الثابته. تاخد ريسكاف ميرينو، ممكن تعدي، بس انا لو انا مكانك وبفكر اجيب 3 من ارسنال في الدبل ده اكيد هيكون ساكا ومارتينيلي وتمبر. اما النصيحه اللي عندنا بعد كده هي متعلقه بطبعا النجم والفتى الذهبي كيفن دي بروين، اللي رجع يلمع من جديد وبيقدم مستويات عظيمه بعد المستوى اللي قدمه قدام كريستال بالاس الجوله اللي فاتت. عايزين المشاهد، انا لا اختلف معاك في قدرات وامكانيات كيفن دي بروين كلاعب، وعنده القدره على الصناعه والتسجيل بشكل كبير، لكن طبعا من كميه الغيابات والاصابات اللي تعرض لها في المواسم اللي فاتت كان واضح قد ايه على المستوى بتاعه انه اتاثر بكميه الغيابات والاصابات دي. المثير في الامر عزيزي المشاهد ان بعد الاداء المميز اللي قدمه كيفن دي بروين الجوله اللي فاتت قدام كريستال بالاس، راجل طلع في المؤتمر الصحفي بعد المباراه اتكلم على ان جاهزيته البدنيه او حالته البدنيه افضل بكتير من الفتره اللي فاتت، وانه لاول مره بدا يلعب ماتشات بدون ما يحس بالالم. بص عزيزي المشاهد، انا كيفن دي بروين ما عنديش مشكله معاه هو شخصيا، يعني انا مشكلتي على الناحيه الثانيه مع جوارديولا، مش بس كمان مع جوارديولا، لا، مع نوعيه الماتشات اللي هيلعبوها في الدبل. قد ابصم بالعشره واكون متاكد ان كيفن دي بروين هيكون اساسي قدام استون فيلا. في احتمال كبير ان ممكن كيفن دي بروين ما يكونش اساسي قدام ايفرتون فرقه رخمه وبدنيه وفيها التحامات وقوه، وراجل ما هوش ناقص، وطبعا جوارديولا مش عايزه يتصاب في اخر الموسم، خصوصا ان اكيد طبعا الراجل بيحاول يلعب على ماتشات الكاس. فانا طبعا لو انا مكان جوارديولا بوضع المزري ده وفي منافسه قويه جدا على المركز الرابع والمركز الثالث والرابع كمان بالذات، المؤهل للتشامبيونز ليج الموسم الجاي، بقدراتي وامكانياتي والمشاكل اللي عندي، فطبعا هيبقى عندي برضو تركيز على الناحيه الثانيه على ماتش الكاس، ان طبعا لو كسب الاف اي كاب ده هيديله فرصه انه يكون موجود في البطوله الاوروبيه الموسم الجاي. عايز تاخد الريسك فيه خده وماله، وانا ما عنديش مشكله في كده، بس لما تجيب كيفن دي بروين تحمل ان ممكن تلاقيه دك. اللي يشجعني اكتر بقى في ان انا اخد ريسك في واحد زي كيفن دي بروين، راجل بقى بيلعب قدام، راجل ما عندوش القدره انه يلعب في خط الوسط والالتحامات والقوه البدنيه اللي مع اللعيبه اللي اصغر منه، فبقى يشارك على مستوى الهجوم كمهاجم وهمي، وده طبعا مقربه للجون اكتر. كيفن دي بروين هو اختيار كويس جدا من السيتي، خصوصا بقى اكتر مع الانباء اللي بتتكلم على احتماليه غياب واحد زي فيل فودن. الراجل هو اصلا ما عندوش اصابه عضليه يعني مثلا، لا، هو الكلام ان الراجل عنده مشاكل نفسيه ومتاثر الموسم ده ومش عارف ايه ومش عارف يركز، وطبعا بره الفورم خالص. فمع استمرار غياب واحد زي فودن ده على الناحيه الثانيه يدي دقائق زياده اكتر لكيفن دي بروين. لو لقيت ان في انباء بتتكلم عن عوده كيفن دي بروين ورجع للتدريبات وهيبقى متواجد مع التشكيله، ممكن تقلق من اختيار واحد زي كيفن دي بروين. احنا في نهايه الموسم عايزين المشاهد انبسط واستمتع وانجوي. عايز تجيب كيفن دي بروين روح هاته، خصوصا كمان لو ترتيبك بعيد. ولاكيد طبعا يعني مش معقول هنخش من السيتي في دبل بتاعها عنده، بس عندنا بس مرموش منها. وطبعا ده يفتح لنا الباب في السؤال اللي بعد كده، هو انا المفروض اجيب كام واحد من السيتي، وعندي كام واحد من السيتي مضمون اقدر اجيبه في التشكيله بتاعتي؟ طبعا اكيد واضح زي ما حضرتك شفت ان لا سافيو دقايق مضمونه، ولا دوكو دقايق مضمونه، ولا جريليش، وفودن مش موجود، وكيفن دي بروين الله اعلم دنيته ايه. لو هنتكلم على ضمان الدقايق فهو اللي مضمون في خط الوسط جندوجان لغايه دلوقتي. طبعا اكيد جندوجان اللي بيلعب الموسم ده غير جندوجان اللي كان بيلعب من موسمين فاتوا، لكن لو عايز ضمان دقايق فجندوجان هو الاضمن بصراحه. ولكن انا شايف ان افضل 3 عناصر اقدر اعتمد عليهم في تشكيلتي من مانشستر سيتي مرموش، كيفن دي بروين، جفارديول على خط الدفاع. بالرغم انها خلاص اتاكدنا بنسبه كبيره ان جفارديول ده هيلعب على مستوى قلب الدفاع لغايه نهايه الموسم. ما شاء الله اوريلي مقدم اداء مميز جدا وجوارديولا مبسوط بيه، وعلى الناحيه الثانيه بيخمس ساعات ريكو لويس او نونيز على حسب بقى، مره ده يلعب ومره ده يلعب. بقى قلبين الدفاع اللي بيلعب بيهم جوارديولا على طول مستمر بيهم وروبن دياز وجفارديول. لو لقيت جفارديول غالي عليكم مش قادر تجيبه، ممكن تفكر في
والحارس اورتيجا. تقول لي اورتيجا مش ادرسون؟ كلام بيتقال لغايه دلوقتي، لغايه اما جوارديولا يطلع علينا في المؤتمر الصحفي ويقول لنا موقف ادرسون ايه من الاصابه اللي لحقت بيه الجوله اللي فاتت قدام كريستال بالاس. فالانباء اللي بتتكلم على ان ادرسون هيغيب للاصابه، وطبعا في الاغلب كده اورتيجا اللي هيلعب. عايز تجيب اورتيجا معاك وماله مفيش مشكله، بس الاول اتاكد من جوارديولا في المؤتمر الصحفي ان ادرسون هيغيب خلاص عن الماتشات الفتره اللي جايه عشان الاصابه. كان نفسي افكر في واحد زي اورايلي، بس اورايلي طبعا للاسف هو متصنف في اللعبه على مستوى خط الوسط، فحتى لو السيتي طلع كلين شيت الراجل ده مش هياخد كلين شيت. عايز تجيبه تلعب بيه على اساس يعني يخطف حاجه قدام، بعيده قوي، لفه بعيده قوي، يعني كيفن دي بروين اقرب لها. طيب نيجي بقى للنصيحه اللي عندنا بعد كده، وبرده الفرقه اللي محيرانا الفتره اللي فاتت، وهي فرقه استون فيلا. نعمل ايه مع استون فيلا ولاعيبه استون فيلا اللي معانا، وافضل اللعيبه اللي نقدر نعتمد عليها من فرقه زي فرقه استون فيلا مع اوناي امري؟ بص عزيزي المشاهد، هو قولا واحدا يعني هو روجرز اكيد هيكون راشي في تشكيل، والاساسي هو المضمون ولا عنده القدره انه يسجل في اي لحظه. التانيين اللي معاه اكيد هيكون معاك واحد على مستوى خط الدفاع او حراسه المرمى. انت بتفكر يا اما في كونسا يا اما مارتينيز، ده الاثنين اللي ضامنين مكانهم بشكل كبير يعني. اما بقى على مستوى العنصر الثالث فالحيره هنا هتكون ما بين ثلاث لعيبه، اسينسيو وراشفورد وواتكنز. احساسي بيقول ان واتكنز عنده مشكله مع اوناي امري، عنده مشكله شخصيه مع نفسه مثلا، راجل ضايع مش مركز مثلا، عايز يمشي، في قصه، في حاجه، عنده اصابه. ما تقنعنيش نجمك وهدافك الاول لسنين فاتت طويله فجاه بقدره قادر يبقى هو دكه، او هناك تحليل اخر انا معجب بيه. فكره بقى على ان عايزين يدوا فرصه لواحد زي ماركوس راشفورد اللي قادم على سبيل الاعاره ياخد دقايق وفرص اكبر ويلعب فيها بشكل اساسي، عشان يكون من حال سبيلهم اقناع واحد زي ماركوس راشفورد انه يضل في فرقه استون فيلا ما يرجعش تاني لمانشستر يونايتد. خصوصا زي ما انت شايف يعني راجل عنده بوتنشال وعنده قدرات وراجل صغير في السن، وكان مقدم الفرق بشكل كبير في المباراه الاخيره بالذات بتاعه باريس سان جيرمان. قدرات ومهارات واحد زي ماركوس راشفورد اكيد تجبر واحد زي اولي واتكنز انه يقعد دك، خصوصا اما يبقى ده المهاجم بتاعك اللي عنده القدرات والمهارات واللي بطريقه اللعب اللي بيلعب بيها، اللي يقدر بيها يفتح اللعب مع زمايله ويدي حلول قدام، على عكس واتكنز اللي هو نقدر نقول مهاجم كلاسيكي تقريبا، يقف دايما بيحاول يستنى الكوره في اي هجمه يطلع مستنى عرضيه مستني ثرو يحاول يسجلها وخلاص. زي ما انت شايف ماركوس راشفورد بيقدر يفتح لعب، بيقدر يرقص، بيقدر يقف على الكوره، بينجح في ثنائيات كتيره واحد لواحد، راجل مميز. فمن هنا بقى اعتقد بنسبه كبيره ان ماركوس راشفورد ضم مكانه كاساسي، خصوصا اكتر بعد ما اوناي امري طلع في التصريحات الصحفيه الجوله اللي فاتت وقال لك ان المنفذ اول لضربات الجزاء عندنا في الفرقه هو ماركوس راشفورد. خصوصا اكتر ان ماركوس راشفورد هيقابل السيتي ونيوكاسل، والفرقتين دول هو يقدر يسجل فيهم عادي جدا، خصوصا السيتي اللي راشفورد كل ما بيقابلهم لازم يحط فيه كده. بس وكمان دي نقط ضعف واضحه جدا عند الفرقتين دول في المكان اللي بيلعب فيه راشفورد، بقى اتطرف شويه ناحيه الشمال ولعب في العمق كمهاجم. طب اسينسيو قد يشارك في ماتش ويقعد ماتش، برضه اسينسيو يعني بقى له فتره يعني مكروف ومش قدم افضل اداء ليه وضيع ضربتين جزاء. مالن يعني صعب جدا انه يكون اساسي في الماتشين، وطبعا واتكنز لسه بكلمك عنه، يعني واضح كده ان في مشكله. فانا شايف ان افضل ثلاث عناصر نقدر نعتمد عليهم من فرقه استون فيلا هو راشفورد وروجرز وكونسا على مستوى الدفاع. طيب نيجي بقى للنصيحه اللي بعد كده وهي لعيبه كريستال بالاس. بص بقى عايزين مشاهد، يعني اصل انا مش مستحمل يبقى عندي اتنين لعيبه زي ماتيتا ومنوز يجي لي في جوله الدبل عندهم ماتشين يطلعوا لي الاثنين بالجوز بنقطه، ماتيتا جايب نقطتين والتاني سالب واحد، يعني مجمل كده للاعبين الاثنين دول نقطه، وانا مش ناقص تيجي لي نقطه، معلش يعني انا تعبت. خصوصا بقى انه بيقابلوا كمان فرقتين مش سهلين، بورموس فرقه من الفرق القويه هجوميا، وارسنال مش محتاجين نتكلم عنهم، فهيتخربقوا بس ده عندهم دبل، يعني معقوله يا عم بيعهم؟ ده في لعيبه عندها ماتشات سنجل احسن منهم بكتير. يعني مثلا بدل منوز ده انا لو فكرت على مستوى خط الدفاع مثلا في واحد زي برادلي من ليفربول قدام ليستر سيتي يقدر يطلع كلين شيت ويقدر يعمل مساهمه كمان. سيبك بلاش برادلي من فرقه ليفربول، وان بيساكا من ويست هام قدام ساوثهامبتون يقدر يطلع كلين شيت ويعمل مساهمه كمان. سيبك من كده، انت ممكن تبيع واحد زي منوز دهوت وتجيب معاك مدافع من السيتي يا سيدي عنده ضبط. يعني مثلا لو قلنا جفارديول قدر يطلع مثلا في ماتش ايفرتون كلين شيت، والماتش الثاني قدام استون فيلا مثلا طلع في ركنيه ولا في كره ثابته جاب جون، هيجيب اكتر من منوز اللي جاب. فنصيحه لانه واضح كده ان الفرقه دي مكروفه، وطول ما هو ماتيتا مش في الفورمه ومش مركز جلازنر بيغرق. معاك لعيبه من كريستال بالاس بيع. ممكن الوحيد اللي اقول لك سيبه في التشكيله بتاعتك هو اسماعيل صار، يعني مش ايزي طبعا بعد ما شفناه خد على وشه وضيع ضربه الجزاء وكان السبب في خساره كريستال بالاس الجوله اللي فاتت قدام نيوكاسل. راجل بيتدلع وبيتمرقع ومش بيقدم افضل اداء ليه، فالعنصر الوحيد من كريستال بالاس ممكن اقول له سيبه معاك هو اسماعيل صار، حتى ضامن دقايقه، راجل بيقعد لاخر المباراه. هتقول لي يعني طب ابيع ايزي، طب ايزي مره يعني على خط الوسط خلاص، ما هو لا دفاع ولا الكلام ده ولا ماتيتا ولا الكلام ده بيتدلع وبيضيع فرص كتير وكور كتير. بالعكس ده انا شايف ان انا مثلا واحد زي ايزي ده انا لو بعته وجبت مكانه مثلا واحد زي لويس دياز على مستوى خط الوسط من ليفربول او واحد زي بوين مثلا من ويست هام، اعتقد الاثنين دول هيجيبوا نقط اكتر من ايزي الجوله دي. رايي الشخصي، وخصوصا كمان لو بتفعل للبنش بوست معاك لعيبه من كريستال بالاس بيعهم وزحلقهم بلاش وجع قلب. نيجي مع بعض بقى للنصيحه الاخيره وهي افضل تشكيله فري هيت للناس اللي عايزه تفعل فري هيت الجوله ديت، ونشوف كده مع بعض ايه افضل تشكيله نقدر نعتمد عليها في تشكيله فري هيت الجوله دي.
وبس كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. اتمنى الحلقه تكون عجبتك ما تكونش طولت مني، واكون قدرت اساعدك واجاوبك على معظم الاسئله اللي بتدور في دماغك ومش لاقي لها اي اجابه. وان شاء الله تبقى جوله سعيده، جوله كويسه فيها نقط كتير واسهم خضراء كبيره باذن الله. ونتقابل بكره ان شاء الله يوم الجمعه بالليل في حلقه توقعاتنا لماتشات الجوله 33. واتمنى الخير والسعاده والتوفيق لكل الناس، وارجوكم دايما خليكم معانا.